تخيل إنك واقف قدام بحر هادي وفجأة الموج يعلى والهوا يتملي ملح وتحس إن الطبيعة كلها بتهاجمك بريحة حادة ومش متوقعة. لو فاكر إن العطور البحرية دايما منعشة وناعمة وسهلة اللبس، يبقى ميجا مير جاي يكسر القاعدة دي تماما. السلام عليكم يا جماعة. النهاردة هنتكلم عن ميجا مير من أورتو باريزي بتوقيع أليساندرو جولتيري إصدار 2019. العطر ده يا جماعة هو عطر يونيسكس ومائل للجانب الذكوري في رأيي، وهو من عائلة العطور البحرية الأروماتيك. على فكرة قبل ما أدخل في الموضوع حبيت أوريكم النسخة اللي عندي، مش عارف إذا كنتوا شايفينها. الأوريجينال الباتشات الأولانية اللي نزلت كان لونها كده أزرق قريبة من الرمادي، بس النسخ الحديثة كلها زي اللي عندي أزرق قريبة من الأخضر. مفيش اختلاف خالص في الأداء. الفرق الوحيد إن حتة الأعشاب والكالون كانت طاغية وواضحة أكتر في النسخ الباتشات الأولانية، بس في ناس كتير عملت ريفيوهات واشتكت من الحتة دي، فعدلوا الحتة دي وعلوا الأمبروكسان. بس ما زال العطر بجمال الرائحة والجودة. لو بتحب الدي ان اي ده، الكلام ده مش هيضايقك خالص. عطر ماجا مير بيبدأ بانتعاش حامض ولاذع من الليمون والبرغموت. الليمون هنا بيدي ريحة صور لاذعة، والبرغموت بيدي ريحة عطرية أقوى شوية إلى حد ما من الليمون بس مرة. فأول ما الانتعاش ده بعد 10 دقايق ربع ساعة انتعاش ده يروح، بيفتح المسرح لقلب أكواتيك مائي مالح من الأعشاب البحرية المالحة مع نوتة الكالون، اللي هي نوتة صناعية معمولة من قشر البطيخ والشمام والفواكه اللي هي من الفصائل دي. الريحة دي بتدي ريحة هواء مالح أو ريحة مياه بحر مالحة. وعشان يقلل بقى من شراسة النوتة اللي هي السي ويد، العشب المالح والريحة البحرية دي، أليساندرو وظف هنا الهيديون. الهيديون دي نوتة زهرية بيضاء صناعية برضو بتشبه زهرة الياسمين، وفيها طابع كده أخضر شوية ناعم. فالقلب ده هو البطل العطر ده، اللي انت هتشمه في تقريبا 7 8 ساعات من استخدامك للعطر ده، هتشم الحتة دي. وعلى فكرة لو العطر كان وقف لحد هنا كنت برضه هاشتري العطر ده. عطر قمة الجمال، وعلى فكرة رائحته أحلى في الهواء أكثر من إنك تشمها عن قرب. لو شميته عن قرب يمكن ما يعجبكش من أول شمة، هتبقى محتاج كذا مرة عشان تتعود عليه. بس في الهوا يا جماعة، أنا بقول لك رشيت العطر ده بعد 8 9 ساعات. رشيته الساعة 6 الصبح، 6 إلا ربع، على الساعة 2 الظهر في واحد بيقول لي أنت لسه راشش عطر. فتخيل قوة العطر ده. عطر رجالي ذكوري يعني، أكواتيك بحري تحفة بصراحة. العطر ده الناس اللي بتقول لك ريحة مش حلوة وريحة، الناس دي عايزة تبقى ريحتها آيس كريم. عايز ريحتك تبقى آيس كريم، يبقى ما تشتريش عطر بحري. عايز ريحتك تبقى كيكة أو جاتوه، العطر بحري ده مش ليك. فالعطر ده السويتنس مفهوش، يمكن خفيفة جدا لو في أي حاجة سويتية. أنا حتى أنفي لا يلتقطها. العطر بقاله عندي بتاع 8 شهور، والعطر ده بصراحة عجبني من أول شمة. المدام في أول مرة سكتت، بعد كده لما شميته في الأوضة إيه ده، في ريحة كده ذكورية رجالية قوية. فعطر
أنا بالنسبة لي لما قالت الجملتين دول هي compliments، فهي دي الريحة اللي الناس هتشمها، ريحة رجالية قوية مالحة خضراء. هي دي الافتتاحية مع القلب بتاع العطر. بالنسبة بقى للقاعدة بتاعت العطر، القاعدة عندك بقى مزيج من المسك اللي هو توقيع أليساندرو. في أغلب العطور دي بيستخدم نوعية معينة من المسك الأبيض والأمبروكسان. والأمبروكسان ده هو نوتة خشبية صناعية عنبرية بتدي فوحان وثبات رهيب للعطور، اللي هي بيقولوا عليها الأمبر وودز، الأخشاب العنبرية، موجودة في عطور كتيرة جدا. وكان بصراحة زي ما قلت لكم، لو العطر بدل ما يقعد على جسمي 24 ساعة وقعد 8 ساعات وشالوا الحتة دي، كنت برضه هبقى سعيد. فهي بس تبدو مألوفة بعد 8 ساعات. العطر الدراي داون بتحسه كده شوية مألوف. وعندك خشب الأرز. خشب الأرز هو دايما بيجي لك نوعين اللي هم أشهر الأنواع. عندك الفيرجينيا أرز أو فيرجينيا سيدر، وده اللي هو بيفكرك اللي هو النشار قلم الرصاص والبنسل شيفن الكليشيه اللي أغلب الناس بتوصفه بيها. وعندك الأطلس سيدر أو خشب الأرز من جبال الأطلس في المغرب. والخشب الأرز اللي هناك ده هو مش جاف، ريحة مختلفة بقت تحسها كده، ليها طابع بلسمي كافوري إلى حد ما، في حتة كده منثوليتد منثول بتفكرني بالفيكس. فهو ده النوعية اللي متواجدة أعتقد في العطر ده، لأني بشمه في الدراي داون ريحة كده كافورية بسيطة في وسط الأمبر وودز الأمبروكسان مع المسك. فهو ده لو أنا على فكرة بخمن، الله أعلم إذا كانت هو النوع ده، لأن أليساندرو طبعا ما بيذكرش النوتات بتاعة العطر بتاعه. فهو ده الدراي داون. والدراي داون ده على فكرة لو ساب بس الامبروكسان كان هيبقى ممل شوية، بس حتة الخشب الأرز هي دي بصراحة اللي خلت العطر ما يبقاش ممل في رأيي الشخصي المتواضع. ولو ان بعد ال8 ساعات اصلا حدة العطر بتقل شوية تدريجيا. فبصراحة عطر من احلى واجمل وارجل العطور في مجموعتي. عطر قمة الأناقة والفوحان بتاعه رهيب، الأداء بتاعه ممتاز، عطر يلتفت له الرقاب، وعطر زي ما بيقولوا عليه هيد تيرنر. يعني لما تكون رشش العطر ده أو شميت العطر ده ريحة ذكورية، فاهم؟ فعطر قمة الجمال، أنصح بالتجربة قبل الشراء. هو عطر مسوق له للجنسين، فجربوا إذا كان هيعجبكم ولا لأ. على فكرة عطر ميجا مير هو قريب جدا من عطر أكوا سافاير من بوديسيا ذا فيكتوريوس. عندي أكوا سافاير، عندي إزازة 10 مل من الجيفت سيت اللي عندي، والإزازة الصغيرة دي حتى فخمة جدا. هنا عندك طلاء الذهب، فيمكن الجولد بليت ده يمكن يكون سبب من أسباب غلاء أسعار شركة بوديسيا ذا فيكتوريوس. ما عنديش غير عطر واحد بس من الدار ده، هارمونيوس، أبقى أعمل له ريفيو إن شاء الله. عطر جميل جدا. والعطر ده دلوقتي يمكن بعض الناس بيقولوا عليه هو ميجا مير للأثرياء. في بعض الناس بينتقدوا كريستيان بروفنزانو إنه بيقلد عطور شركات تانية كتيرة ويستخدم مواد أغلى شوية عشان إيه يبقى العطر بتاعه أحسن منهم، مش عارف. فهرش عطر أكوا سافاير. يعني الكالون واضحة جدا، الكالون
وهرش ميجا مير في تستر تانية. فعندك اكوا سافاير بيفتح يعني حتة افتتاحية اخف شوية من الافتتاحية اللاذعة الفريش الساور اللي في ميجا مير. هنا الزعفران مع الاناناس والرم مقلل من الحدة بتاعة النوتات البحرية العشبية. فهنا ميجا مير عطر انابولوجيتيك، ما بيعتذرش لحد، بيقول لك انا وحش البحار، انا الموجة العالية، الخيل والليل والموجة والكلام ده. هنا بيقول لك انا انسان بتاع رفاهية لابس توكسيدو، جبت الموجة دي وحطيتها في توكسيدو وبدلة وبقى عميق، وراح على دار الأوبرا بقى وبتاع. ففيها حتة كده من الرفاهية والأناقة، من اللي هي نوتة الزعفران الجلدي مع الرم هنا والفاكهة. فهنا بقى انابولوجيتيك. فأنا بصراحة بحب الحدة اللي موجودة الانابولوجيتيك اللي هنا أكتر. وكمان اختلاف السعر ده بصراحة ميجا مير هيكسب يعني بلا منازع. فميجا مير هنا عندك حاد وجريء واللمسة معدنية اللي هي المنثليتد، حتة الكافورية دي مش كل الناس هيعجبها، يعني في ناس كتير بتكره الحتة دي في عطر ميجا مير، ويمكن يكون ده اكوا سافاير اختيار انسب للناس دي اللي ما تقدرش على الحته اللي هي الحاده المعدنيه الى حد ما، المسك اللي في الدراي داون والامبروكسان اللي في العطر ده، عطر ميجا مان. هو ده الاختلاف. فهنا مركز على الاعشاب البحريه الافتتاحيه المنعشه المره اللاذعه، وهنا مركز على المسك الكشميري مع الرم مع الاناناس والزعفران الجلدي وحته كده زهريه. فهو ده التركيز بتاع اكوا سافاير. فعطرين بصراحه الاتنين كأداء محترمين جدا، بس انت وميزانيتك، فانت شوف انهي فيهم يناسبك اكتر. بس دايما بقول جرب قبل ما تستثمر في ازازة. من الاخر يا جماعة، عطر ميجا مير مش لكل الناس، يا اما هتعشقه يا اما هتهرب منه. بس بصراحة ده عطر تجربة متكاملة، ومستحيل انك تعدي عليه او تشم الريحة دي وما تحسش بحاجة. فقولولي ايه رأيكم في عطر ميجا مير، وانهي عطور بحرية بتحبوها؟ اكتبوا لي الكلام ده، المفضلة ليكم اكتبوا لي الكلام ده في التعليقات، وقولوا لي رأيكم ايه في العطر ده لو جربتوه. هل بتفضلوا ميجا مير ولا بتفضلوا عطر اكوا سافاير من بودي سيا ذا فيكتوريوس؟ وعلى فكرة في عطر تاني بحري هبقى اعمل له ريفيو قريب برضو منهم، بس في سبايسز كتير، ده بقى في توابل كتير، هبقى اعمل له ريفيو قريب ان شاء الله. وفي عطر تاني برضو مشهور جدا في الليستة بتاعتي بس مش دلوقتي، يعني عايز اجيبه بس في اخر الليستة بتاعتي، اسمه اكوا دي سالي من دار برفومم روما. ده برضو فيه نوتة الكالون. فاكتبوا كل ده في التعليقات وقولوا لي رأيكم ايه، وبتفضلوا انهي عطر بحري. ولو أول مرة تشوفوني اعمل لايك وسبسكرايب وشير وفعل الجرس. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.